هو الذي قام باستدراج الشهيد حارث السوداني، وهو الذي سول له، وهو الذي قال له تعال نريد أن نعقد اجتماع، وهو الذي أدخله، وهو الذي ورطه، وهو الذي أشرف على ورط بشنو؟ ورط بشنو؟ هو يعني مستدرج حتى نفهم القصة والمشاهد أيضا يفهم القصة، أنه هو قال هناك مباحثات داخل القاطع، زين نريدك أن تأتي حتى نتباحث بها. هو كان انه يريدون يجيبونه حتى يقتلوه، حتى يقتله. وطبعا هو الذي كان يتصل بأبو مريم المقتول لاحقا، أبو مريم زين قتل أبو مريم فيما بعد. اللي يتكلم ويحقق مع الشهيد حارث كان أبو مريم، الذي كان يتواصل مع أبو مريم ويقول لأبو مريم إن يجب أن تركز على المناطق الضعيفة والرخوة في جسد أو في جسم الشهيد حارث، لأن الشهيد حارث كان يده فيها إبلاتين، مكسورة كانت يده.